في فرنسا والنرويج والسنغال. ايمن حسين كله على السنغال. الله اكبر. بلال الحداد، نورت بغداد. نورك والله. الله يحفظك. شنو اول شيء حبيته ببغداد من شعبها دغري شعبها اهل الكرم. انا صدقني من اهل الكرم. كل ما اروح مكان لا اجباري هني يضيفوني. سؤال، من جيت ايش قد وزنك وهسه ايش قد صار وزنك؟ هلا انا شكلي نصحان انا صراحه. انا عمام ضيت بس ما بخلونا بيحرموني. شكلي حانصح انا وليش على نعم. بكره. يعني صعدت لحد الان يمكن 5 كيلو. تقريبا 4 كيلو. تمام. شنو سر حبك للشعب العراقي؟ واحنا اللي نعرفه حسابك 3 مليون يمكن منهم او 2 مليون هم عراقيين. انا سر حبي اول شيء هني اللي شجعوني لحتى استمر بالمجال الرياضي. الاستمراريه اجت يعني جزء كبير من الشعب العراقي صراحه، وهذا الشيء اللي خلاني كمان ايضا احكي عن العراق والمنتخب، واتعرف على اللعيبه واتعرف على الحضاره العراقيه، واجى للعراق يتعرف على العالم هون. فهذا الشيء اللي بخلي العراق وشعبها ناجحين، و مبين انه السوشيال ميديا له جزء كبير لحتى العالم تتشجع اكثر واكثر تحكي عن الشعب العراقي. والله تمام قصر للامانه عن العراق ودائما والله قد ما حكينا مقصرين معهم. الله يحفظك والنعم منك. الله يخليك يا رب. راح نشوفك تستقر بالعراق او ببغداد ان شاء الله. لنا زيارات اكثر واكثر. انا لبنان، بلد لبنان، بس ان شاء الله لنا زيارات اكثر واكثر. عندك 2 مليون او 3 مليون على السوشيال ميديا، عاد يمكن 30 مليون عراقي يعرفك. هم موجودين بالعراق هون. نورت العراق والله. الله يحفظك. شكرا لك، شكرا لك. ويعني بكفي رفعونا راسنا بتأهل لكأس العالم. توقعاتك العراق شنو راح يسوي بكأس العالم؟ ان شاء الله حصان اسود. يا الله. في فرنسا والنرويج والسنغال. ايمن حسين كله على السنغال. الله اكبر. ان شاء الله يا حبيبي. نورت وكل الهلا بيك. وانا جدا ممنون منك. لنا شرف والله. نورت العراق. لنا شرف.